دائما ومثل قبيلة مطير خير تمثيل عند القبائل. وأنا أقول الليلة تكريم سعود ألقى التكريم لمطير كلها، وخصوصا من حرب القبيلة اللي نعتبرها بيننا وبينها نسب وجيرة وتبادل احترام، ولا هي غريبة على قبائل الجزيرة العربية تقديرها البعض. كما أني أشكر أخوي الشاعر فالح بن دعيجة الحربي، وأسأل الله أن الله يوفقه، وأشكر معازيبنا الليلة وبيض الله وجيههم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع الشاعر فالح بن هادي المسردي شاعر قبائل المساردة. مساكم الله بالخير جميع. يا هاجسي مدام جالك توقاد، فوح لي من الكيف ذا الحين دله تكفيني على 2000 براد، ويطيب جو الفكر ويجيك كله، من بعدها وش عاد بالله وش عاد، دعوة حفل وافين لابد أصله، دعوة قبيلة حرب أهل عز وشداد وأهل الفعايل يوم رمح وسلة، دعوة قبيلة حرب أهل عز وشداد وأهل الفعايل يوم رمح وسلة، يشهد لهم تاريخهم كله أمجاد، وموثق طول الزمن في سجله، سالم مع مسروح دولة بالإشاد، مشيدين الطين مذهب ومله، سالم مع مسروح دولة بالإشاد، مشيدين الطين مذهب ومله، روح وجسد تعرف يثور زناد، تشهر على الدنيا أصوات الأهلة، لجا نهار في بارق ورعاد، وشفته مشوق من سحابه يهله، خيالكم يا حرب ينطح له أفواد، والشيخ لجا نهار في بارق ورعاد، وشفته مشوق من سحابه يهله، خيالكم يا حرب ينطح له أفواد، والشيخ منكم كل ربعه الظله، وصغيركم يشرب فناجيل الأجواد، ويواجه الفريس ما جاه ذله، وانتو كرمكم بلد الله والاسناد، يكفي كرم حجر فلجات الأدله، وانتو كرمكم بلد الله والاسناد، يكفي كرم حجر فلجات الأدله، وذا الليل تكريم الشعر شيء معتاد، مدامكم وافين طبع وجبله، وسعود شاعر والجزاله له اتقاد، وسعود شاعر والجزاله له اتقاد، لمره البيت الجزيله التفت له، بيته يجي وافي، وسعود شاعر والجزاله له اتقاد، لمره البيت الجزيله التفت له، بيته يجي وافي ومن مخوفات، ويشوش اللي يسمع دون خله، ومثل وطن بين الدول والشعر ساد، ومثل وطن بين الدول والشعر ساد، وفي موقف فيها الشواعير قله، وسعود شاعر والجزاله له اتقاد، لمره البيت الجزيله التفت له، بيته يجي وافي ومن مخوفات، ويشوش اللي يسمع دون خله، ومثل وطن بين الدول والشعر ساد، في موقف فيها الشواعير قله، مقدام في الميقاف للصعب ميراد، ومن روس قوم للمعادين عله، مطير تعرف من على روس الاشهاد، مطير تعرف من على روس الاشهاد، حمر النواظر والخصم زاد غله، مطير تعرف من على روس الاشهاد، حمر النواظر والخصم زاد غله، وقت المواقف تنعرف لاد عباد، وبريه مع علوه ما ترضى بزله، وقت المواقف تنعرف لاد عباد، وبريه مع علوه ما ترضى بزله، قوم الدويش اللي تسيد بالاسياد، من الكويت اللي يلقى راعز وتله، قوم الدويش اللي تسيد بالاسياد، من الكويت اللي يلقى راعز وتله، يا مطير يا اهل المعجزه فمه الضاد، يا ما فرقتوا بين خل وخله، واليوم في ظل الولي ما يا مطير يا اهل المعجزه فمه الضاد، يا ما فرقتوا بين خل وخله، واليوم في ظل الولي ما به اضداد،
عشنا اخوان كلنا الحمد لله تحت راية آل سعود، ما بيننا احقاد. الله يعز المملكة ما استقل قلته وانا من لابت مال هنداد قحطان ساس العرض والمجد كله. الشاعر دحيم النومس العنزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. والله العظيم اني مسوي عملية واني حضرت تقديرا لكم يا حرب. والله اني جاني وتقديرا لسعود القت راعي مواقف، وانتم والله تستاهلون العلم الطيب. هام القصيد العاليات المراجيب وانساق سوق الدلها الشاذلية، له درها متعوب البيوت الهناديب على النقا والعز والمقدرية، في واجب ما عاد لي عنه تجنيب، تكريم رمز المجد والشاعرية، رجل المواقف في جميع المواجيب، سعود نال الميزة الأولوية. هام القصيد العاليات المراجيب وانساق سوق الدلها الشاذلية، له درها متعوب البيوت الهناديب على النقا والعز والمقدرية، في واجب ما عاد لي عنه تجنيب، تكريم رمز المجد والشاعرية، رجل المواقف في جميع المواجيب، سعود نال الميزة الأولوية، في ملحمة شعر ومراجل وتوجيب قول وفعل. وين الخطأ يا الخطية من روس قوم ما تبي نفضة الجيب، حمر النواظر ناطرنا في ملحمة من روس قوم ما تبي نفضة الجيب، حمر النواظر نادرين السجية، أهل الثلاثة اللي قبل كل ترتيب من غيرهم نال الثلاثة سوية، ومكرم من طيبين المجاذيب، قوم لهم من كل قمة عطية، حرب الدول وش غير هذه مكاسيب من غيرهم حاور الدول العالمية، حرب الدول وش غير هذه مكاسيب من غيرهم حارب دول عالمية، حرب الرجال النادرين المعاطيب، حرب المراجل والكرم والحمية، حرب الديانة والسطر والمضاريب، حرب الشموخ محاربين الردية، من غيرهم بين العرب يكرم الذيب، ومن غيرهم للذيب يذبح لجية، من غيرهم بين العرب يكرم الذيب، ومن غيرهم للذيب يذبح لجية، ومن غيرهم يذبح لجل شخص شنيب، قضية ما مثلها من قضية، أمجادهم فاقت جميع المكاتيب، ما تختصرها الأحرف الأبجدية، وتاريخهم ما شاب وأبيض من الشيب، سيرة زمن ما هي بيوم وعشية، هذا واسمه للكرم منبع الطيب، روس الرجال مميزين السمية، شاركت حفل النادرين المجاذيب باسمي وباسم العزوة الوائلية. سلامتكم. كلمة للباحث والمؤرخ صاحب كتاب الوثائق المنيرة في المعاملات وحقوق الجيرة، وباحث في تاريخ والأنساب، هو الكاتب والمؤرخ نايف بن غبن الوسمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، مشايخ القبائل، قبيلة حرب، قبيلة البيضان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذه العجالة أن أقدم شكري وتقديري لقبيلة البيضان خاصة وقبيلة حرب قبيلة البيضان وقبيلة حرب خاصة عامة على هذه اللحمة الوطنية الغير مستغربة على قبيلة حرب، وهذا ما نرجوه وترجوه حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز. قبيلة حرب هي قبيلة الوفاء، اشتهرت
في التاريخ بأنها قبيلة الخوة والوفاء، ومن لا يذكر قصة نويشي الحربي. وقبيلة البيضاء بهذه المبادرة في تكريم أخينا سعود القت ليس مستغربا عليها وفاؤها لشعراء الوطن. وباسم قبيلة مطير يسرني أن أشكر قبيلة حرب، كما لا يفوتني أن أقدم شكري مرة أخرى باسم فروع قبيلة مطير بني عبد الله وعلوة وبريه على هذا الحفل الكريم الذي أقيم على شرف أخينا سعود بن رشيد القت، وهو شاعر جزل، شاعر أنا أسميته في إحدى اللقاءات معه بأنه شاعر المتضادات، حيث أنه أصدر ديوانين شعريين متضادين، مفاتيح الحزن، والشاعر الآخر الديوان الآخر هو مفاتيح الفرح. ومن خلال تتبعي لقصائد سعود، ليس مدحا فيه لأنه ابن عم، ولكن أقول بأن سعود كل قصائده لا يذكر فيها أي بيت فيه مذمة أو مسبة، وهذا ما ميزه عن باقي شعراء عصره. وهو ليس مستغربا عليه، ومن أجداده الشاعر عامر القت اللي يقول: إن كان ملص سرني واعتنى بي، ما سرني من قال كيف أنت لا هنت. شكر مرة أخرى لقبيلة حرب ولأخي مقيم الحفل الأخ العميد خالد البيضاني ولإخوانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله المعبود علام الأسرار، هب ابتدي ورتب القاف ترتيبا، من دونكم يمطر ما دور أعذار، وقف الشرف يا مكثرين التراحيب، من شانكم يمطر حركت الأفكار، ورويتها من صافيات البشريب، من شانكم يا بدر حركت الأفكار، ورويتها من صافيات البشريب. حي الله المطران وفينا الأشبار، امطار حمران النواظر على الطيب. يستاهلون. حطوا لهم في صفحة المجد تذكار، تاريخ مجد سجلتها المكاتيب، تاريخهم يهرج به كبار وصغار، كل فخر ما فيه شك ولا ريب. أحرار عقب أحرار من ما كان أحرار، أهل اللقاء في دربهم يشبع الذيب، وأهل الوفاء والفعل لا شبت النار، اليصك والفر يسحر شال عراقيب. أحرار عقب أحرار من ما كان أحرار، أهل اللقاء في دربهم يشبع الذيب، وأهل الوفاء والفعل لا شبت النار، اليصك والفر يسحر شال عراقيب. صديقهم فكوه من كل الأخطار، وعدوهم يا الموت يا شر تعذيب، وفيكم صفات تكرم الضيف والجار، وفيكم صفات مطوعين الأشانيب، وفيكم صفات تسقي الخصم الأبرار،
وفيكم صفات يقبل المشاعب وفيكم صفات تسقي الخصم الأمرار وفيكم صفات يقبل المشاعب وفيكم في الريس تعب وقب الأمهار اللي شدت القلات عند المطالب وفيكم رياجل بعيدين الأنظار وفيكم رجال للمواقف مناصيب وفيكم شيوخ نعملاجات الأذكار. يستاهلون اخوان دول. وفيكم شيوخ نعملاجات الأذكار عز الرفيق وتدب الخصم تديب مثل الدويش الليل يجاوه خطار وفيكم شيوخ نعملاجات الأذكار عز الرفيق وتدب الخصم تديب مثل الدويش الليل يجاوه خطار وفى وكفى ما حسب للمحاسيب شيخ على وضح لقال الوفا صار سيرة بطل ما هي بسيرة مكاذيب وشعركم غنوا جزيلات الأشعار القتل غنى بزين الهناديب. الساعة سعود الساعة شاعر وطن يقطف جميلات الأزهار سعود تاريخ الشعر والتعجيب سعود جال الشعر مارد ومصدار سعود جال الطيب طيب على الطيب سعود جال الشعر مارد ومصدار سعود جال الطيب طيب على الطيب وحلها للطلات لا صار ما صار وحلها للطلات لا صار ما صار حل الحروب مطوعين على صعيبه وانا من البيضان ربعي على الكار نيابة عن حرب في كل ما جيب. سلامتك. كلام مع الشاعر مطلق بن مشعان الشريفي. مساكم الله بالخير. الحقيقة أن الوقوف أمام الجهة الطيبة هذه أكبر شرف. وأشهد الله كل واحد يستحق قصيدة من حرب ولا من غيره، لكن إهداء من قبيلة أمطير قبائل حرب والنشامة شرواهم باسم الدويش أخوي سعود بن بدر الدويش. باسم الدويش الفيصلي قايد مطير سلام مني للرجال الحشامة من صاهل البيضار رف الخطاطير سيوف أحداد من سيوف حزامة من صاهل البيضار رف الخطاطير سيوف حسام من سيوف أحداد من سيوف حسامة سيوف أحداد من رفات بواتير اللي يقصن اللحم والعظامة اللي جيتهم لسوق التباشير وشبتهم عيد قبل عيد الصيامة اللي جيتهم لسوق التباشير وجيتهم عيد قبل عيد الصيامة ويعم حرب ومن حضرهم مسايير ومطلق يقدم للنشامة سلامة أحمل سلام من طير بحشمة وتقدير الحرب حرب الطيب حرب الشهامة أحمل سلام من طير بحشمة وتقدير الحرب حرب الطيب حرب الشهامة حضرت حفلة محتمين المظاهير قوم لهم بالطيب عز وزعامة حرب العريبة مبعدين المشاوير عز الرفيق ومتعبين الخصامة قبيلة بين القبائل مشاهير واصغرهم لا من قام فك الجهامة قوم يحلون الأمور المعاسير اللي لهم بالمجد طيب وعلامة أنتم هل الوقفات ستر الغنادير كل واحد منكم رفيع مقامه كبار الصحون ولا الدلال المباهير قبيلة فيها الوفاء والكرامة أفعالكم تشبكم الظلم والنير ولا تشابه مثل هضب التهامة صعب يوصف فعلكم يا المسافير تاريخ زاهر بالفعول أجسامة عندي على فعل النشامة تقارير تاريخ ثابت لين يوم القيامة
ما قلتها مجامل وكذب وتزوير. الشاهد الله والدلائل كوامة، تكريمكم لسعود شبل المناعير، تكريم كل مطير ولا به ملامة، تكريمكم لسعود شبل المناعير، تكريم الكل مطير ولا به ملامة. سعود شاعر من خيار الشواعير، شاعر وطن فيها سعود شاعر من خيار الشواعير، شاعر وطن فيها القبيلة تسامة، يستاهل التكريم زبر المخاسير اللي فرض على الجميع احترامه، يستاهل التكريم زبر المخاسير اللي فرض على الجميع احترامه. القت سعود الطيب وافل شابير، اللي يتكلم يسحرك في كلامه، زود على شعر اسنافي وبخير، يسعى الفعل الخير مرفوع هامه، وزود على شعر اسنافي وبخير، يسعى الفعل الخير مرفوع هامه. وربعي مطير اللي تهز الطوابير، والطيب نصعد فوق ذروه السنامه، وربعي مطير اللي تهز الطوابير، والطيب نصعد فوق ذروه السنامه. بقيات اللي من شيوخ مغاوير، دويش كل مطير وحنا احزامه، بقيات اللي من شيوخ مغاوير، دويش كل مطير وحنا احزامه. واختامها السلام حشمه وتقدير الحرب واللي حاضرين الحشامه. احمل سلام مطير ومثل مطير، والمحترم يفرض عليك احترامه. السلام عليكم. نشكر الشاعر مطلق بن مشعاب الشريفي. الآن مع الشاعر عبد الله بن هلال الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقل بالظهور ومقل بالمشاركات، ولكن إذا حضر واجب المشاركة وواجب الشعر فإن الحال يختلف تماما. ما عليكم زود. تجدني حينها أعتلي المنابر وأحاور وأناظر، وآتي بأعذب المشاعر وأصدق الخواطر. جئت هنا لأمتطي صهوة جوادي، جئت هنا ممتطيا صهوة جوادي، لأركض به في مضمار هذا التكريم والاحتفاء مع من حضر وشارك من أحبتي وأخواني الشعراء، للوصول للهدف، والهدف أسمى. عندما يكون المحتفى به هو زميلي وصديقي سعود القت، الرجل الفاضل الذي اتصف بالصفات الطيبة التي أكسبته حب الجميع، وبحضور شيوخ القبائل وجميع الحضور الذي هو شرف بحد ذاته، فإن الهدف يتضح جليا. الهدف هو الفخر والاعتزاز. شكرا على مجهودكم يا جماعة في حفلة التكريم للشاعر سعود، وقصيدتي كانت طلب الاستماعة، بذلت فيها لأجلكم كل مجهود. والله إن كل شيخ من شيوخ القبائل الحاضرين له قصيدة الحال، والله إن كل واحد حاضر له قصيدة الحال، ولكن المحتفى بارك الله، ولكن أكيد بتسمحوا لي كلكم أني أذكر شخصية سعود القت وأتكلم عنه في هذه المناسبة، خصوصاً أنه سبقاً غمرني بموقف إنساني لن أنساه له أبداً. قال: الذي ينحت ويبدع ويختار جزل الكلام ندرة القوافي، بل موقف اللي فيه للشعر مضمار في حفل تكريم الكريم السنافي، رجال له قيمة وحشمة ومقدار، وافي يعد هل العرف وافي، سعود له بالطيب منهج ومعبار، اسم علم ما هو على الناس خافي. سعود له بالطيب منهج ومعبار، اسم علم ما هو على الناس خافي، راس الهرم له فيه ماقف ومظهار، شاعر وطن مشهور والاسم كافي. راس الهرم له فيه ماقف ومظهار، شاعر وطن مشهور والاسم كافي. أبو عمر في هامة المجد له كار، أبصم له ب10 وهذا اعتراف. أبو عمر في هامة المجد له كار، أبصم له ب10 وهذا اعترافي.
لعل من جابه يحرم عن النار وسعود يبطي حي والستر ظاهر. لا جيت يمه ما يردك معذار، مجربينه بالسنين العجافي، لحدك الموقف ولا صار ما صار، تلقى بهالمردود كافي وشافي. من لابت اللي يعتلى وقحص الأمهار، من لابت اللي يعتلى وقحص الأمهار، موت حمر من دون حمى الشعافي. من لابت اللي يعتلى وقحص الأمهار، موت حمر من دون حمى الشعافي. امطير حمران النواظر والأخيار، سنتين فيهم ما عليها اختلافي، سقم الحريب الصلف بالموقف الحار، ومدلهين الجار وسط الرفافي. بارك الله.